قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناتين وقناة الفيس وقناة العشوائيات بتاعتنا، وهتلاقيهم كلهم موجودين في الوصف مع قناة التليجرام اللي فيها أسامي الحكايات كلها. وكالعادة ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، ويلا بينا. وقفنا في الجزء اللي فات منحاوى بليو اللي دخل مسابقة الأقسام في الأكاديمية هو وكل زمايله، والاختبار كان صعب جدا وكلهم بدأوا يتنافسوا بطريقة كبيرة عشان يفوزوا. ولكن فجأة اللعنة الموجودة في المنطقة اتفعلت لوحدها، وبدأ يظهروا وحوش من كل مكان عشان يقضوا على الطلبة الموجودين. وليه دخل ضدهم في قتال عنيف عشان يكسر اللعنة الموجودة، وعرف إن اللعنة دي اللي قفلت عليهم كلهم هيموتوا. وشفنا وحش جيجانتس اللي ظهر فجأة في أرض المعركة، واللي كان واجهه البطل أرو في الماضي، وكلها حاولت تواجهه ولكن فشلت لأن الوحش كان قوي جدا عليها. والوحش هجم على كلوب كل قوته وحاول يتخلص منها، ولكن ليو اتدخل في الوقت المناسب وأنقذها وأصاب الوحش بطريقة كبيرة. وبنكمل أحداث بليو اللي بيكون واقف وسط الإنقاذ والدمار اللي حصل ده، وليو كان بيستعمل سحر العلاج بتاعه عشان يعالج جسمه. بس الحركة دي كانت مدهورة جدا وخلت روح كيرون يصرخ فيه وقال له انت اللي بتعمله ده خطر كبير. وكيرون فضل يحذره وقال له خلاص جاب اخره جسديا كده وانه مش هيقدر يكمل، وطلب منه يتصرف بذكاء وقال له ان سحر العلاج الخاص بالجنيات زيه مش حل سحري، وان لو الطاقه بتاعته خلصت فهو مش هيأثر فيه نهائيا. ولكن ليو جهل تحذيره ومسك الكريستال اللي معاه وطلب مني يبطل كلام كتير، والمكان هنا خطر ولازم هم يكونوا مستعدين. وليو قرب بعدها من اتنين من زمايله ولف بص لكلوب ابتسامه وقال لها الاداء بتاعك كان حلو جدا. وكلوب كانت محرجه من كلامه وبصت له باعجاب وقالت له انت طلعت زي الابطال بالظبط وانقذتهم. وبعدين مسكت نفسها وقالت انها كانت بتحاول تقلده وتكون بطله زيه. وكلوب بعدها ومجموعه رجعوا للقلعه تاني وهم فرحانين انهم بخير بعد الهجوم اللي حصل عليهم، وكان بيجري بسرعه عليهم ويكون منهار ومتعب جدا. وقال ليو انه حاضر عشان يبلغوا بالوضع، وليه بيساله وضع ايه، وكان بيقول له ان من ساعه ما هو دخل وسط المدينه دي ما حدش اتصاب اصابه خطيره، بس الناس هنا ميته من الرعب بسبب الوحش ده. وبيشوف وحش الجنتس العملاق اللي براس طور وهو بيعالج نفسه ويكون مستعد للهجوم عليهم تاني، وجسمه كله كان عباره عن تشويش بسبب انه مش وحش حقيقي ولكن وحش مستنسخ من اللعنه. وسيليا ربته وقالت ان ليو ضربه ضربه قويه جدا وانه مش هيقدر يهاجمهم دلوقتي وانه محتاج يعالج نفسه الاول. وهو لما ليو سمع الكلام ده قال لهم بكل هدوء يبقى لازم يعملوا بسيط جدا وانهم يتجمعوا كلهم ويقضوا عليه. وقال وقف مذهول من الكلام بتاعه وساله متاكد، بس ليو اكد على كلامه بابتسامه ثقه وسالهم مستغربين ليه، وانهم عايزين يبقوا ابطال يبقى ده الطبيعي بالنسبه لهم وده وحش اضعف من الشياطين حتى. وهنا طبعا كل موجودين دانهم يتناقشوا في كلام ليو، ونيلا شكت في الموضوع وقالت ان مواجهه الوحش ده وش الوش مستحيله. بس ليو رد عليها وطلب منها ما تقلقش وان هو لا يقود الهجوم عليه. وفي وسط تردد بقى الطلبه الموجودين ليو اكد بكل قوه انا متاكد ان اقدر اعزمه. وليه استريت عليه وسالته لو هو رجع لوحده يعمل فيها بطل بعد ما واجهوه وان مفيش حد هنا يسمع كلامه اساسا. ولكن عكس كلامها زوالدو قال له انه مستني يشوف قيادتك هتبقى عامله ازاي وانه هيتبعه. وإلزا دي تزعق له وسالته لو هو غبي واللي خلاه فجاه يسمع كلامه كده. وزوالدو رد بجديه وقال ان الكل عارف ان الوحش ده لازم يتهزم وانه عنده خطه، فليه هم ما صدقوش الخطه بتاعته يتبعوها. وهنا شين راحت لها وقالت لها ان زوالدو عنده حق وان احسن حاجه نعملها دلوقتي هي اننا نتبع اكتر واحد عنده فرصه يهزمه. ودنيتا تضحك وتسالها ليه عندها خطه افضل، وإلزا وقفت في الاخر وقالت ماشي وان انا اصلا كنت هعمل كده، ولكن هو مغرور جدا وبات كان بيراقب ليو في صمت وافتكر امتحان الدخول لما ليو رمى نفسه في معركه مستحيله من غير تردد وقال لنفسه انا كنت فاكر ان قربت منه شويه بس انا لسه بيني وبينه مسافات كبيره. وليو قرب من دوران وساله مباشره هل هتساعدنا، ودوران سكت شويه وضل يفكر وبعدين لف وشه وقال له التحدي انا اللي هدي ضربه قاضيه الوحش ده وانه مش هاخد الفضل منه. وليو ضحك وقال له طيب وانهم مستعدين. ونرجع بعدها الاكاديميه وبنشوف المعركه اللي كانت بتتعرض بث مباشر على شاشه ضخمه، والجمهور كان بيشجع بحماس ومنبهرين باداء طلاب السنه الاولى، والاولاد دول قويه جدا وانهم يهزموه فعلا. وسط الزحمه دي كلها لوسي كانت قلقانه وبصت لإلينا وسالتها لو هي بخير، وسيليا كانت متوتره جدا وما ردتش عليها وكانت بتهمس لنفسها وقالت ان من اول ولد ده ظهر والجو كله اتغير بالكامل. وفضلت تسرح بخيالها وقالت ان في ابطال كتير في العالم ده بس الولد ده في مستوى مختلف تماما وانها بتتوقع انه مش طبيعي. ولينا كملت كلامها وهي مذهوله وقالت ان في ابطال كتير ظهروا في العالم ده بس في شخص منهم قدر ياخد الاضواء دي كلها
وإنه مختلف ومميز، وإن في حاجة فيه هي مش قادرة تفهمها أو توصل لها. ودنا بتعتقد إن ليو هو الشخص اللي هيحول يأس الأمل وهينور الطريق بتاعهم وسط الضلمة. وبصت تصور ليو اللي كان بيبتسم بكل ثقة وإصرار في وسط المعركة الكارثية دي، وقالت إن ده مش مجرد طالب وإنه بطل عظيم بيتم تحضيره من دلوقتي. ونرجع تاني ساحة المعركة وبشوف المعركة ضد وحش الجيجانتس بدأت تسخن، والوحش راح يهجم عليهم في لحظتها وحاول يضربهم بإيده. ودي كانت إشارة للطلبة عشان يبدأوا الهجوم الشامل بتاعهم. وبدوا إلزا ركبوا عنقاء ضخمة بيضة وطاروا بيها ناحية الوحش، والعنقاء كان بيراوغ ضربات الوحش بخفة عشان يقدر يوصل له. وأباد من فوق ظهر الوحش ده إنه يشجعه، وقال الوحش ده مذهل جدا، بس إلزا حذرته وقالت له إنهم لسه ما خلصوش. ووحش جيجانتس ضرب في لحظتها أنفاس مدمرة ناحيتهم، بس هم كانوا في ظهره خلاص واتفادوا الهجمة. وهباب مسك العصاية بتاعته وجهز ضربته وطلع سحر رياح قوي ضرب بيه الوحش ده. بس الصدمة إن الوحش بعد كل الضرب ده جسمه اتهز ثانية بس ورجع سليم تاني في لمح البصر. وإلزا لما شافت سرعة التجدد المرعبة بتاعته صرخت بيأس وقالت مستحيل، هنقتله ازاي ده، وانه بيجدد نفسه في لحظات. وفي اللحظة دي كانت شينا جمعت طاقة كافية لعمل كرة نار عملاقة وزعقت الكل وطلب منهم يوسعوا من قدامها وجهزت الضربة بتاعتها عشان تبدأ. وفي عز المعركة دي أباد شاف سيليا اللي كانت بتقع فوقيهم وفرد دراعاته عشان يستقبلها كأنه عايز يحضنها، بس سيليا صرخت فيه وقالت لأ وهربت بسرعة وهي بتقول آسفة وإنش يسمح لأباد إنه يحضنها أبدا وإن ده مش هيحصل أبدا في حياتها. ومسكت بسرعة في إلزا واعتذرت لها إنها أصابتها، وإلزا بلغتهم إن لو 3 وقت ركبوا التنين بتاعها حركته هتبقى أبطأ بكتير، وإن مين قال لها إن ممكن تحضر هنا أساسا. وسيليا قالت إن ليو طلب منهم يتجمعوا هنا وادتهم الخطة اللي هو وزعها عليها، وبتقول لهم إنه طلب منهم قبل ما سحره يكمل يضربوا الوحش ده ضربة تقيلة جدا تخليه يدوخ ويفقد وعيه. وهباب فهم الفكرة وقال لها عشان كده النار والرياح بيمشوا مع بعضهم وبيعملوا مفعول وإنه بيجهز هجمة قوية جدا. وإذا ردت عليهم وقالت لهم مش أي حاجة من كلامهم ده، بس هم يقولوا لها لما يجهزوا وهي تتوجه لمكانه. وزي ما خططوا لو ظهرت وبدأت تستعمل التعويذة والتلج بدأ ينتشر في المكان تحت رجلها، ورفعت العصا بتاعتها وجمعت طاقة تلج كبيرة لدرجة إن جسمها بقى متغطي ببرد أزرق. والوحش حس إن في حاجة غلط بتحصل وده إنه يصرخ بكل غضب واستعد للهجوم على كلوي. وكلوي بقلق طلع كل قوتها وعملت العاصفة جليدية ببلورات حادة جمدت الساحة وجهزت الطريق للهجمة اللي جاية. ودوران وشينا انضموا لبعضهم وبدأوا يستعدوا ضربة مشتركة. ودوران سألها لو هي جاهزة وشينا ردت أكيد. ودوران زعق وقال أنا اللي هاخد فضل المعركة دي. وهنا طاقة البرق الذهبية بتاعته مع سحر المية عملوا إعصار مرعب خبط الوحش وأصابه بطريقة كبيرة ورماه على الأرض، والوحش ما كانش قادر يقاوم الهجمة المرعبة بتاعتهم دي. ودوران هنا بدأ يخرج طاقة أكبر وطلع كل قوته وبصرخ فيهم وطلب من الكل يستعدوا. والطاقتين بتوعهم اندمجوا تاني وعملوا شكل تنين مية ضخم متغلب البرق وهجم على الوحش وأصابه. وفجأة الوحش اتمسك بسلاسل وبصرخ من الوجع، ومساعدة روح حجرية صغيرة زوالدو شد السلاسل وكتف الوحش على الآخر عشان يوقف حركته. ومن فوقه سيليا وأباد وإلزا كانوا بيطيروا بالعنقاء دي ومستعدين للهجوم الجاي. وهنا ليو نادى بصوت عالي على شينا وقال لها ده دورنا واسألها وهي جاهزة، وهي رد عليه بكل حماس وقالت له انها مستعدة. والوحش في اللحظة دي جمع كرة عملاقة من الطاقة المظلمة عشان من ضربة تمسح الكل قدامه. وعلى الرغم انه كان متكتف السلاسل الا انه قطع نفس سحر مدمر من بقه بقوة جبارة. وفجأة ليه وصل مكان بعد ما اتجنب الهجمة دي وهو قال للكل يستعدوا وانه اتحرك حالا. وليه اتحرك بسرعة وهجم وسط هجمات الوحوش المتكررة دي، وسيفه كان مخرج هالة نار كبيرة وراح على الوحش مباشرة ونط فوق الوحش بكل قوته ورفع سيفه واستعمل الهالة بتاعته ونفذ التقنية الغامضة بتاعته اعصار العنقاء المرعب وهجم الوحش بكل قوته واصابه في جسمه بطريقة كبيرة. وبعد سلسلة الهجمات دي جه دور كلوي ورحب بسرعة وهجمت على الوحش بسحر الجليد بتاعها وقدرت تجمده، وهي اتحركت بكل هدوء ناحية الوحش وبدأت تجمد المكان حواليهم. وهربت الوحش بكل إصرار وقالت له ده الوقت اللي هتقضي فيه عليه، واسترعت دايرة سحرية ضخمة في المكان تحت رجلها وهجمت بيها على الوحش. والوحش دلوقتي بقى متجمد بالكامل ومحبوس جوه قالب التلج ما بيتحركش نهائيا. وليه يراقبه وقال له انه خلاص انتهى، والتلج ده بدأ يتشقق من كل حتة. وفجأة القالب ده اتكسر والوحش ده فيه واختفى تماما. وكلوي وقفت في ساحة المعركة وهي منهكة بعد ما طلعت كل طاقتها السحرية عشان تنتصر، والجمهور بدأ يصرخ ويقول انهم عملوها وانهم هزموا العملاق فعلا. وبعد شوية ظهر كارل اللي كان بيراقب المعركة من بعيد وهو قرب من كلوي واداها جرعة شفاء وقال انت طلعت في المعركة دي زي بطلة حقيقية من كتب الاساطير
وانها مذهله جدا. وكليو ردت عليه بتواضع وشكرته، بس في وسط الفرحه دي هي استغربت وبصت حواليها بقلق وسالتهم لما شافوا ليو وانه اختفى. وبشر انتقل بعدها لمكان تاني وبشوف ليو اللي خرج من المكان وكان واقف لوحده قدام بحيره سحريه وحواليه اوراق لوتس سحريه من كل مكان، وهو لمس الميه بايده. واول ما عمل كده خرجت دايره سحريه قدامه ضخمه ومعقده، وفجاه طلع صوت منها قدامه. واحده قالت له ان مره فتره كبيره من اخر مره شافته، وظهرت الروح دي قدامه واللي كانت عينيها زرقاء وشعرها ابيض طويل، وانها روح خياليه اسمها لومينيس. وان ليو سلم على صديقته القديمه وقال لها انها وحشته جدا، وان الروح دي طلعت من الميه وسالته وهي لسه مش مستوعبه انت مين وازاي قدرت تصحيني، وانها بتشعر بطاقه اليفه فيه. وليو اكد لها هويته، ولويس عرفته من وجود طاقته رغم انها متغيره شويه، واستغربت انه لسه شباب وما كبرش في السن نهائيا. وسالته في لاينس، وهنا ليو وش قلب وبدا يتاثر، ولان لاينس مات لفتره كبيره. ولومينيس اتصدمت ومش كانت مصدقه اللي هي سمعته، وسالته هي نامت قد ايه، ورد ليو صدمها اكتر وقال لها حوالي 5000 سنه. وهنا لومينيس بدات تبكي بدموع مختلطه بالراحه والالم، وقالت له انها سعيده انها ما صحتش في الوقت المرعب ده، وافتكرت شخصيه تاينس وقالت له انها كانت الافضل. وشكرت ليو انه رجع النور لعالم تاني. بس لومينيس حست ان في قوه شيطانيه مرعبه لسه موجوده في الارض دي، وهي سالت ليه بخوف المره دي انت ناوي تحارب تاني، وهنا ليه بكل اصرار وقوه قال لها فعلا، وانه طبعا مش يسمح للسلام ده انه يضيع ابدا، وانهم ما تعبوا فيه. ولومينيس استرت اداه سحريه على شكل طائر عنقاء وقالت له ياخدها. وليه استغرب ما كانش فاهم وسالها ايه ده، ولومينيس شرحت له ان دي جوهره بيستعملها كبار ارواح النور جيل ورا جيل، وانها فيها سحر او قوه خطيره، بس دي ختم سحري واعتراف رسمي من روح نار كبيره زيها وانه هيحتاجها. وان اللي واخد الجوهره ووعدها بانه يعتني بيها، وهي طلب منه يوريها لاي روح نور وهم هيساعدوه بكل قوتهم. ولومينيس شكلها الصغير دي فضلت تهرب جانبه لحد بدات تختفي المكان بالكامل. وان اللي بص المكان فوقه وشكرها على مساعدته وقال انه بيتمنى انهم يشوفوا بعض تاني. وعدى بعدها كام يوم ورحنا مكتب المدير، والمدير كان قاعد في مكتبه بيراجع ملفات الطلب مشبوهين، وسال المعلمين هم دول بس، وانه فكروا معاه اسرع واكتر من كده، وانه يحتاج الجاسوس لاختراقهم. وسيدي رد عليه وقالوا ان دول حاليا اللي هم شاكين فيهم. والمدير سكت شويه بتركيز وقعد يفكر في الترم الثاني، واخد قرار مهم جدا وقال لهم انا لازم ارجع نائب المدير. وكل اتفاجئ من الخبر ده، ورحنا بعدها لكارل اللي كان بيتنطط من الفرحه داخل الاكاديميه ويقول ان هم لسه عايشين وانهم ما اتطردوش وان الامتحانات خلصت خلاص. ولكن المعلم ادمان ظهر قدامه وهو كان متضايق منه، وبص بقرف لكارل وساله له عايز منه خدمه وانه يقدر يطرده عشان يرتاح من الامتحانات خالص. وهنا كارل اول ما سمع الكلمتين دول اترمى على المكتب من الرعب وبدا يترجاه عشان يسامحه. وادمان سابه ومشي وبيقول ببرود مش عايز مشاكل في الاجازه وانه هيستنوه في الترم الثاني. وكل وقف مسؤول من برود المعلم ادمان وهو بيودعهم كده وبيقولوا عليه انه بارد جدا، وهنا قلب بانبهار انه كانوا منتظرين حاجه منه، وده اسلوب المعلم ادمان اساسا. وان البحاره اكتر ان الترم الاول خلص بالسرعه دي، وانهم كلهم بدأوا يتكلموا عن الاجازه وهم ناويين يعملوا ايه. وبنت نيلا سالت تيو لو ناوي يرجع لامبراطوريه رودان تاني في الصيف، وشيلس ردت عليها وقالت لها لا ان ليو ملاك الدان. ونيلا استغربت لانها ما سمعتش عنها قبل كده، فليه وضح لها ان ملاك الدان دي على الحدود الغربيه. وهنا شيلس حمست وقالت بقول لك ايه انا ممكن اجي لك زياره في الاجازه دي، وانها عندها وقت فراغ كبير. وليه ابتسم ابتسامه خفيفه ولهم اكيد وانه يستقبل اي زوار، بس هو من جواه كان مستغرب احساس انه يرجع بيته فعلا، وان احساس ان في مكان مستنيك ده حاجه مختلفه تماما عن حياته السابقه. وفعلا ليه بعدها خرج من الاكاديميه وشال شنطته وبدا رحله الرجوع. اول لما وصل لقى ام رينا مستنيه بالزينه والاحتفالات وبتقول له فخر انها كانت في انتظاره وان البطل بتاعهم رجع اخيرا. وليه ابتسم وهو مستمتع بالدفء ده وقال لنفسه ده الاحساس اللي هو كان بيدور عليه. وفي عاش الليله بالليل رينا سالته باستغراب عن موهبته اللي ظهرت فجاه دي، فليه رد عليها بتواضع انه اكتشفها في المدرسه وانه اتعلم كتير. وهو قعد يهزر وقال لها ده ابني وانه كان لازم يطلع بالجمال والقوه دي كلها. وهنا رينا غيرت الكلام وسالته على المعلم ادمان، ولما عرفت انه بخير فرحت انها تقابله في اجتماع اولياء الامور، وانها بقى فتره كبيره مش قابلته. ولكن استام هما كانوا قاعدين بياكلوا في هدوء، دخلت خادمه وقالت ان في ضيوف بره عايزين السيده رينا وابنها. ورينا اتضايقت وافتكرت انهم ناس من النبلاء جيني وجعوا دماغها، وقالت للخادمه تمشيهم وانها مش فاضيه دلوقتي. بس الخادمه اللي طلب تردد ان دول ضيوف من اكاديميه ايونيا، والاسم ده صدم ليو وخلاه يسيب الاكل وبص بتركيز. وفجاه ظهر مبعوث بشكله روح متغطيه بعباءه وقال لرينا بشكل مباشر اكيد انت السيده رينا زيردينجر وانه حضر عشانها.
والمبعوث ده طلع جواب وسلمه ليهم، وليه حس ان في حاجه غريبه بتحصل وما كانش فاهم، بس امه اصرت انه ياخد الجواب ده من المبعوث لانه وصل ليه بالذات اساسا، وليه كان مستغرب من اصرارها، ولكن اخد الرساله منه والمبعوث كان بيبارك له وقال له انه اتقبل، وليه فتح الجواب واتصدم اللي هو قراه وعرف انه ترشح رسميا عشان يدخل اكاديميه ايونيا، وليه قعد يفكر في اسم ايونيا ده وقال دي مش مجرد اكاديميه، ودي اكاديميه ايونيا العسكريه للابطال، ودي واحده من الثلاث اكاديميات الاكبر في الغرب كله، ومعروفه انها بتحب القوه والغريزه، وان حفله افتتاح السنه الجديده بيكون عباره عن ماراثون موت وسط الصحراء، ورينا كلمته وقالت انها زمان ساعدت الاكاديميه دي وكرد جميل ادوها جو الترشيح ده، وشكلها كده اتمضت على عقد من غير ما تركز في التفاصيل عشان تضمه ليهم، ولو قعد يزعلها انها مضت على حاجه متهوره كده من سنين فاتوا، وقالت ما يقلقش وانه مش هيقدروا يعملوا اي حاجه، وانه اساسا مسجل في اكاديميه مختلفه واكاديميه تومير، وانه يقدر يزورها ويعتبرها فسحه ودي اجازته ويقدر يعمل اللي هو عايزه، وليه دخلت الفكره في دماغه وان اكاديميه بتحب القوه واختبارها ماراثون في الصحراء، وانه يقدر يقضي شويه من اجازته هناك، ومساعدة كيرون ليه يتحول لشكل جديد تماما بشعر اسود وودان حيوانات وبقى عباره عن هجين، وكان فضولي جدا يشوف ابطال الوحوش دول عاملين ازاي. اول لما وصل بعدها لمدينه ايزر قرا الجواب تاني وعرف مكان الاختبار في مسرح ايزر، وقال لنفسه ان فصيله الوحوش دي افكارها غريبه جدا، ومشي في المدينه بعدها شاف تمثال ضخم المحارب ارون رمز الشجاعه اللي ما تهزش ابدا، وليه بص للتمثال بسخريه وقال شجاعه لا تقهر، وانه مجانين مش فاهمين اي حاجه، وانه عارف حيط ارون كويس، وانه كان بيترعش قبل اي معركه، بس في الاخر فرح لان الناس لسه فاكراه بالصوره الطبيعيه بتاعته، وليه بعدها بشويه وصل للساحه اللي فيها الاختبار والجو كان مكهرب ونظرة الكل مش مريحه ومخالب حاده في كل مكان، واحد من الوحوش دي ده انه يراقبه وضحك بخبث، وليه بص حواليه وعارف دول كلهم مرشحين لاختبار زيه، وفجاه طلع صوت مغرور وبنادى على ليو وطلب منه يتوقف وانه وجيه حقير، وهنا جماعه من الطلبه حاصروه بقاده واحد اسمه دوركان، وهم دول يتريقوا عليه وقالوا له صاحب دم مختلط زيك فاكر نفسه يعمل ايه في اكاديميه ايونيا، وانه كان لازم يغسل ريحه الهجين دي قبل ما يحضر لهنا، وليه راقبه باستغراب وسالوه بيتكلموا هو، ودوركان اتعصب وده انه يشتمه وساله هل في ارنب هجين هنا غيرك انت، وطلب منه يقف غباء وانه مش فاضيله، وليه واجههم بكل هدوء وسالهم هم ليه بيتعصبوا عليه كده، وانهم لسه حتى مش طلاب هنا، وانهم مجرد مرشحين واحتمال يفشلوا والمفروض هم يركزوا يا اما يطردوا بسرعه، والكلام ده عصب دوركان بطريقه كبيره، وهو قال له انه حقير وانه بيكره الضعف اللي زيه بالاخص اللي لسانه طويل، وانه كده بيحاول يقلل من هيبه مرشحين ايونيا، وحاولوا يهجموا على ليو ولكن ليو في لمح البصر اتحرك بسرعه وهجم على دوركان برجله ورماه لبعيد، ودوركان ما كانش عنده فرصه انه يصد الهجمه زي دي، واصحابه جري عليه بسرعه وهم مرعوبين، وليو خرج من المكان وقال لهم يشوفهم في حفله الافتتاح، وانهم ضاعوا اكتر من اللازم، ودوركان كان مصدوم ومنبهر في نفس الوقت بقوه ليو اللي ما كانش متوقعها ابدا، وليو سابهم ومشي وانهم مجانين وانه فهم سبع اعجابه بيه، وان في عالم الوحوش القوي هو اللي دايما بيكون مصدر اعجاب حتى مهما كان نوعه او مركزه، ومن بعيد كانت في واحده مراقبه المشهد كله وهي راقبت ليو باعجاب وقالت لنفسها انه مختلف عن الباقي وانها كانت خايفه الاختبار ده كله يبقوا مرشحين مملين، ورحنا بعدها لاكاديميه ايونيا وبشوف 3 شخصيات كانوا واقفين بيراقبوا وبيجهزوا الحدث اللي هيبدا، وبمنطقه المراقبه المساعد كان بيقدم التقارير وبيقول ان وقت السيطره كان 36 دقيقه وان كل مستواهم كان فوق المتوسط، بس المعلم اللي كان بجانبه ما كانش معجب باللي حصل ده وقال له بحده لو ده فوق المتوسط يبقى الاكاديميه كلها عندهم ضايعه، ومساعد استغرب وقعد يدافع النتائج بتاعتهم كويسه جدا، وسال المعلم اذا كان سمع عن دفعه السنه دي في مدرسه تومير وانه شاطرين جدا وانها كانت مدرسته القديمه، وان المعلم ده كشف عن نفسه وانه بيرجع محاضر في الاكاديميه، وهو كان باين عليه انه محارب قديم جدا، وبيرجع قال له انهم كمان محتاجين وحوش حقيقيه في الدفعه الجديده عشان يقدروا ينافسوا، ومساعد رد بدي وقال له ان الجيل الجديد كله رايحين لاكاديميه تومير وانه مش هيقدروا ينافسوهم بالطريقه دي، وبيرجع سكت وقال له فعلا، وده يفكر كان وشه مليء بالقلق، بس المساعد حب يهديه ويطمنه وطلب منه يبص على الساحه بتاعتهم وقال له ان مرشحين ايونيا السنه دي يملوا العين خصوصا في الدوره دي، وان ممكن هم يحصروا الوحوش ما بينهم، وطلب منه يكون سعيد وان كمان بنته مشاركه في الاختبار وانها قويه جدا وان بنت ليها قرصون وانها وريثه آل السنه العريقه وانها جميله جدا وقويه في نفس الوقت بطريقه مرعبه، واول ما بيرجع سمع سيره بنته وشه ملا بالفخر وقال له بثقه بنت قرصون ممكن تورث الفصل بكل سهوله وانها قويه وموهوبه جدا،
وفجأة بيرجيا وهو بيراقب مكان الضحكة بتاعته اختفت، ونظره ركز مع ولد في آخر الطابور، وإن الولد ده كان ودان أرنب وشعر أسود وعينه حمرا وله وليه، وقعد يهمس لنفسه وقال الولد ده وشه مش غريب عليا أبدا، وسأل المساعد باستغراب تعرف مين الأرنب الموجود في آخر صف ده؟ ومساعد اتفاجئ وقعد يألف في الورق بتاعه ورد بتوتر وإنه مش عارف وده مش موجود في لستة الأسماء اللي إحنا بنراقبهم. وبعد تدوير كتير المساعد ده معلومة وصرخ وقال له أنا لقيته وده مرشح اسمه قاي. وبيرجع ما كانش فارق معاه الاسم وفضل يراقبه وركز تفاصيله والنظرة دي مش غريبة عنه. وفجأة جت في خيال بيرجيا صورة ليو وهو واقف جنب أمه رينا، وهنا هو اتصدم والمستحيل وإن الولد ده نسخة طبق الأصل من رينا. وفي اللحظة دي الميكروفونات في الساحة أعلنت المجموعة دي هتكون آخر مجموعة في الجزء الأول من مهرجان الوحوش، وطلب منهم يدخلوا حالا. والمجموعة دي اللي فيها البنت أرسون دخلت بكل ثقة وهيبة خلت الجمهور كله يتجنن، وليو كان بيراقبها من بعيد ويفكر هو ازاي البنت دي ورثت تقنيات أرون فعلا. وليو ده يراقب مكان حواليه ومش كان فاهم أي حاجة وحاسس بلخبطة، وهو كان فاكر إن افتتاح ماراثون في الصحراء اللي جاب مهرجان الوحوش ده، وشاف أرسون وهي بتستعد بجانبه وراح سألها بفضول هو ده جزء من الافتتاح. وأرسون بصته باستغراب وسألته بيهزر وإنه أكيد عارف إيه مهرجان الوحوش، وليو رد عليه بصراحة وقال أنا هجين وإنه معرفش قوي في ثقافة الوحوش. وأرسون بدأت تشرح له إن افتتاح أيونيا مش مجرد طابور وده واحد من أكبر المهرجانات عندهم، وإن الكل متحمسين جدا عشان يحضروه، وإن سواء طلاب أو زوار من كل ممالك بيحضروا عشان يشوفوهم. وكمل الكلام بحماس وقالته بالنسبة لأشخاص مرشحين زيهم المهرجان ده هو طقوس البلوغ بتاعتهم وإثبات إنهم بقى قادرين يتحملوا مسؤولية كأبطال. وهنا ليه يسألها باستغراب إيه طقوس البلوغ دي وإنه مش فاهم، وهنا أرسل إنها تزعق له وسألته هو غبي وقالته إنهم بيواجهوا خطر الترترس المستمر وإنهم لازم يصرخوا في وش العالم ويقولوا إن إحنا هنا ويثبتوا قوتهم قدام نفسهم الأول. وفي اللحظة دي بدأ وحش ضخم يظهر في الحلبة، وأرسون بصت لليو وقالت له إنها عايزاك تحارب بشجاعة زي الأرنب الأسود اللي شافته. وليه ابتسم ابتسامة خفيفة وقال لنفسه هتتكلم عن إيه، وراقب وحش السايكولوس اللي كان بيستعد للهجوم عليهم وإنه احتمال بدأ يفهم كانت تقصد إيه بالمهرجان ده. والوحش ما ضيعش وقت وهجم بجنون وبيستعمل قبضته العملاقة وإنه كان متهيج متعطش الدم، والساحة انقلبت في لحظات أرض معركة وهي المتسابقين كانوا بيعانوا مع الوحوش اللي طلع لهم. والعملاق ده كان مركز على هدف واحد بس وعينه كان كلها غل وهجم بكل قوته على أرسون، بس هي ما اتهزتش وقفت صامدة قدامه بكل هدوء. فجأة أرسون طارت في الهواء وهي متغطية بالهلة بتاعتها وهجمت على الوحش ده بكل قوتها وقدرت تشوف كل مكان بالهلة بتاعتها وركزوا كل قوتها بعدها في الجروح دي. وفي ثانية الوحش اتقطع لحتت صغيرة من كل ناحية، وأرسون نزل على الأرض بعدها بخفة وكل كانوا واقفين مذهولين من قوتها، بس الحقيقة كمان كانت مذهولة وقالت الضربة الزرقاء قطعت الوحش دي ما كانش بتاعتها، ولفت وراها ولقت يقف قدام الوحش بكل برود واتضح انه ضرب الوحش في نفس اللحظة اللي ضربته فيها. وأرسون صرخت عليه وسألته بيعمل ايه، ولو اخد الفريسة بتاعتها وشافت الوحش بيقرب منه عشان يهجم عليه وطلب منه يكون حذر، وإن ليو ما ردش عليها وبدأ يجهز ايده، والوحش ده حاول يهجم عليه ولكن ليو هجم هو كمان عليه بايده وايد الاتنين اصطدموا ببعضهم، ولكن ليو كانت هجمته قويه جدا والوحش ما كانش قادر يفوق عليه. ولكن فجاه طاقه مرعبه خرجت من ايد ليو وهجمت على الوحش دي وقضت عليه بسهوله ودمرته بالكامل. ولما اثار الانفجار دي هديت ليو كان واقف لوحده وسط بقايا الوحش اتدمر تماما، والمدرجات بدات تشجعه والناس تصرخ بحماس باسمه وقالوا الارنب ده المفضل بالنسبه لهم. وارسون وقفت متجمده وهي بتترعش وبصت ليو وقالت ان مفيش شك وانها شافته وان الارنب الاسود ده اتحول، وافتكر تصوير الوحوش وقالت ان ظهور قمر بيحفز دم الوحوش وان العباقرة بس هم اللي بيقدروا يتحولوا، بس في استثناء واحد وكان البطل ارون. وبعد ما الاختبار خلص المسابقين رجعوا اوضه الانتظار تاني وارسون راحت ليو اللي كان قاعد لوحده عشان تساله عن اللي حصل، بس قبل ما تنطق دخل لهم شاب من فصيله الذئاب وهو عرفهم بنفسه وقال لهم انه اسمه ديون. وقال بغرور انا كنت خايف الناس انها تطلع ضعيفه، بس هو ما شاف ليه يطمن. وارسون اتضايقت وطلب منه يبطل الكلام وانها مشغوله وانه غبي مش بيهتم غير بعضلاته، والجو انه كان مشحون جدا وكانوا عايزين يتخانقوا. وفجاه دخل مكان معلم بيريا ومدح الكل على ادائهم والطلاب كلهم انبهر بوجوده وقال انه قوي جدا. وهنا بيريا اعلن على الاختبار الجاي وهو عبور الصحراء وقال لهم القوانين سهله وانهم يبداوا من قلعه ايزر ويوصلوا بعدها لقلعه ايونيا، ونصحهم نصيحة غالية وبصص في عينيهم وقال لهم إياكم تخلطوا من التهور والشجاعة يوم ما هيندموا ومش يخرجوا من الاختبار ده وهم عايشين. ومساعد المدرب اتقدم خطوة وطلب مرشحين اللي تم التوصية بيهم اللي مش حضروا المحاضرات المجانية إنهم يتقدموا ويعرفوا نفسهم. وطبعا النظام في الأكاديمية
انك عشان تشارك في الافتتاح لازم تحضر محاضرات يا اما تكون واخد توصيه وترشيح تثبت انك مش محتاج تعليم. وهنا ليه بص الارسون وسال بفضول انت مش حضرت المحاضرات المجانيه ليه؟ وردت عليه بكل ثقه وقالت انها قويه جدا من غير اي محاضرات. وبدا بعدها كل الموجودين يقدموا نفسهم لليو. وطلع بنت بودان ثعلب ولابسه نظارات وقالت له انها اسمها ستيو وانها متخصصه في السحر. وبعدها شاب شعره بنفسجي وقال له اسمه ريد فيجا وان هو ساحر ارواح. وفي الاخر ارسون وليو عرفوا عن نفسهم لبعض رسميا. وفي وسط الزحمه دي بيرجيا ما كانش مهتم اي حاجه غير ليو وكان بيراقبه بطريقه كبيره. ودوان رجع اتمنظر تاني وقالوا له عايز اعرفهم قبل الاختبار الضعيف فيهم ينسحب بدري عشان ما يقفش في طريقنا. وده طبعا نفذ الكل منه ودول يشتموه. ومساعد طلب منهم يقفوا خناقات ويروحوا يشوفوا الغرف بتاعتهم فين عشان يرتاحوا. والطلاب خرجوا بعدها مكان. ولكن فجأة ليو لقى المعلم بيرجي بيوقفه وقال له حاجة غامضة أنا عايز أتكلم معاك في سر معين. وهنا الاتنين استنوا بعد ما كلهم خرجوا ومش بقى في المكان غير بيرجي وليو. وبيرجي بص في عينه بتركيز وقال له إنه عنده سؤال محتاج يسأله له. وسأله سؤال نزل عليه زي الصعقة وسأله لو هو ابن رينا. وهنا ليو اتصدم واتجمد مكانه وكان مذهول وقال له أنت تعرف أمي منين؟ وخلص ملخص جزء 21 من منهاوى. واسأل الفيديو مين كان البطل الوحيد اللي استعمل سحر التحول؟ عرفني في الكومنتات. ماشي صلاح والاشتراك. سلام.